ازيكم عاملين ايه؟ هعمل لكم النهارده حاجه جنان. الراعي الرسمي لرمضان. طبعا هي الطعميه. بصوا معايا هنا رغيف عيش بلدي عادي. بليته وسبته نص ساعه. وانا كنت بله من قبلها الفول كنت بلاه من بالليل يعني. طبعا كان خد وقت كافي ان هو كده. يعني انا سبته بصراحة يومين كمان. ومعايا بصلاية واربع فصوص توم وحبة صغيرين كده شبت. وما كانش عندي كرات، حطيت اللي هو بتاع البصل الاخضر. كنت مقطعاه اصلا ومنضفه البصل، وده اللي كان من تحت كده فحطيته بدال الكرات يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. هستخدم الكبة. لو عندكم كبة كل ما تصغر في الحجم هتستخدموها، هتخلي العجينة أنعم. يعني هتخلي الطعمية أنعم. أنا طبعا عندي الكبة اللي هي الكبيرة دي المعروفة، بس بتخلي الطعمية كده مش ناعمة قوي. إلا لازم نحط مية. ولو حطينا ميه كتير الطعميه ممكن تسيب واحنا بنعملها، متكونش وتكون كبسه كده. هنحط بقى هستخدم انا الكبه اللي هي الصغيره دي اللي انتوا شايفينها. هي دي اللي هستخدمها. هتطلع عجينه الطعميه ناعمه وزي الفل يعني. وبعد ما اطلعها واحطها في التانية. هطلعها واحطها في الكبه التانية. لكن انتوا لو عندكم اللي هي كبة صغيرة كده عادي هتستخدموها. لكن الكبة الكبيرة دي هتضطروا ان انتوا لازم تحطوا معلقة او معلقتين مية علشان تتفرم كويس. هنا هقطع كل الحاجات مع بعض وهحطها على الفول وهقلبها كده، هديها تقليبة حلوة علشان يعني هقلبها عشان يبقى كله في بعض، واحطهم اضربهم يبقى كله فيه خضرة وفيه بصل وفيه توم والعيش طبعا. والعيش لو شامي هيبقى احسن بكتير. بس انا ما كانش عندي في الوقت ده الشامي، فعملت بالعيش اللي هو البلدي بتاعنا عادي. لكن هو العيش الشامي هيكون خطير برضو. مش عارفة كنت عمالة ارغي واتكلم مع مين، طبعا مع الولاد علشان كانوا مطلعين عيني. رغم ان كان ليل، يعني انا عملت لكم الوصفة دي الساعة 1 بالليل عشان انا اطلعها لكم كده. لان الولاد طبعا بيدوشوني فمش بعرف اصور ولا اعمل اي حاجة. الا فوفو طبعا هو اللي كان صاحي معايا. انا هو قطعتهم وهقلبهم زي ما قلت لكم علشان كله يبقى مع بعض. اهو المية كمان انا صفيتها واحطهم في دي. احطهم في الحلة التانية دي علشان يبقوا يعني يبقى كله في بعضه كده. عايزه اقول لكم الطعميه دي خطيره. مش هتشتروا تاني لو عملتوها كده بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي. مش هتشتروا تاني. لو عايزين طبعا تكتروا الخضره كتروا براحتكم، يعني هو بالتقريب كده بعينيكم تشوفوا انتوا مناسب ليكم ان انتوا تحطوا الكميه دي من الخضره، ولا تحطوا تزودوا كرات او اللي هو بتاع البصل الاخضر. بعينيكم، هي مش مقدار. بس راعوا ان الكميه اللي هتحطوها اللي فيها الفول وكده يكون فيها خضره وفيها كله، يعني ما يكونش فول بس او كده، لا لما تشيلوا بالمعلقه تشيلوا كله مع بعضه. علشان لما يتضرب كده يبقى سهل عليكم، يبقى كله في قلب بعضه. طبعا لان انا الكبه دي بتاع توابل، فكنت مضطره ان انا افرمهم كذا مره ورا بعض علشان ينعموا. وطبعا خلصت الكميه على وقت كبير لان بتشيل حبه صغيره خالص. وما كنتش حابه احط ميه. ثواني يا بابا. ما كنتش حابه احط ميه فاستحملت طبعا لان ما بحبش احط ميه الحقيقه. ولما افرمهم دلوقتي هوريكم هي نعمت وكان شكلها خطير ازاي. بصوا ناعمه جدا جدا جدا. هحوشها برضو وهشيلها من الكبه الصغيره واحطها في الكبه الكبيره عشان افرمهم. انت بتحكي لهم بنعمل الطعميه ازاي يا فوفو؟ بتحكي لهم الطعميه بتتعمل ازاي؟
اهو برضو هكملها وهوريكم. هنمشي مع بعض واحدة واحدة لغاية لما اوريكم هتطلع عاملة ازاي. دي انجح طريقة تعملوها. بس يا بابا قولوا لي يا جدعان، يعني انا بفرح لما كذا حد كلمني وقال لي الوصفات. عملنا الشاورما وعملنا البرجر وعملوا. يعني انا بفرح لو ينفع ان انا انزل ريفيو على القناه، والله كنت نزلت لكم. كنت عملت الرسائل اللي انتوا بعتينها وكنت نزلتها لكم. هي الوصفات الحمد لله اي حد جرب حاجه من اللي انا بعملها طلعت معاه تحفه وشكر فيها جدا الحمد لله. فخدوا كلامي ثقة في الطعمية دي بقى. بصرف النظر عن الخبط والرزع ده يعني يعني هتدوش لوحدي يا جماعة؟ لا، لازم تدوشوا معايا. فوفو كان بيلعب عادي، بيخبط في الحلة. انا مش عارفة كان بيخبط في ايه. بصوا هتطلع. هوريها لكم، اطلعها في الطبق ده وهوريها لكم اهي. بصوا هوريها لكم ناعمه ازاي اهي. هطلعها اهي، شايفين ما شاء الله خطيره. شايفين بسم الله ما شاء الله طلع تحفه ازاي. ناعمه وخطيره. يعني الناس كلها، اغلب الناس بتشكي ان هي بتطلع خشنه، ما بتبقاش حلوه في القليه. بس هي بسم الله ما شاء الله، شايفين طلعها عامله ازاي تحفه. هو ده نص كيلو فول. عملت نص كيلو فول للطعميه. بس انتوا طبعا احنا علشان قليلين، لكن انتوا لو عدد افرادكم كتير تعملوا كيلو ونص براحتكم. هخزنها طبعا، هحطها في الاكياس. هتشوفوني وانا بحطها في الاكياس، وهحطها في الفريزر، في الديب فريزر. وهجرب طبعا معاكم. يعني في خطوه مهمه جدا لازم تعرفوها. يعني اليوم ده عايزه اقول لكم ان انا كنت ناويه ان انا هعمل تضربوها كويس جدا بالمضرب. عملت طبعا طعميه سواء بمضرب كهرباء او بالمضرب اليدوي. لازم تضربوها تلفوها كده وتضربوها كتير جدا جدا جدا، علشان كل ما تضربوها وتحسوا ان هي فيها ريم كده هتبقى هشه اكتر ومش هتشرب زيت، هتبقى تحفه. هنحط طبعا عليها الملح والكزبره. هجربها معاكم برضو في عليها وهي قبل ما تتضرب تتفرم. حطيت انا الملح والكزبره، وهحط شويه سمسم وشويه كزبره برضو علشان اعمل فيهم. اهم حاجه تضربوها جامد. لو هتعملوا كميه كبيره اعملوها بالهاند بلندر او بالمضرب الكهرباء، هيكون افضل. هحط هنا السمسم، والطبق التاني فيه ميه علشان هقلي قدامكم اهو هتشوفوها. دي كزبره على سمسم. انا طبعا عندي سمسم كان باقي من الطحينه، كنت عامله الطحينه كان باقي منه. وما تنسوش تتفرجوا على وصفه الطحينه برضو، دي من الحاجات اللي هنحضرها ان شاء الله لرمضان. طبعا كنت بجرب هو كام قرص بس كده بجربه، ما كنتش هعمل كتير علشان علشان ما كانش في حد هياكل غير انا وفوفو بس. طالما هي على وش الزيت كده تعرفوا ان هي ناجحه. يعني شفتوا انا كنت بقلبها ازاي؟ طالما هي كانت على
وش الزيت كده طافيه، مش ساقطه قوي كده وبتتحرك بصعوبه، يبقى هي كده ناجحه معانا. واخيرا كنت خلصت. شايفين شكلها خطير ازاي؟ كمان هقسمها لكم من جوه. عملت معاها طماطم وعملت الرغيف ده، يا ودانا كده في حتة تانية. كنت بصور طبعا بايد واحدة فمعلش ما تاخذونيش يعني. بصوا كانت عاملة ازاي، حاجة كده خرافية ما شاء الله يعني. بألف هنا جربوها وشوفوا كمان، شوفوا هتطلع طعمها عامل ازاي. ما تنسوش طبعا تشجعوني وتدعموني بلايك وكومنت وشير. وباي باي، اشوفكم ان شاء الله في حاجة جديدة.